أخي الشيعي رجل اختار معه مجموعة من البشر حوله. هذا الرجل هو قائد. هذا القائد ترك الصالحين الصادقين المؤمنين الأتقياء، واختار المنافقين المرتدين يعني الكذابين، اختارهم، صاهرهم وولاهم وأمرهم على الولايات الإسلامية، وبعثهم رسل إلى كل الدنيا لكي ينشروا دعوته. بما تسمي هذا الرجل؟ كونك تطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، أنت تطعن في هذا القائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أؤكد عليه عقلا، ليس لي في الدين ولا في المناظرة. يعني إخواننا أنتم كشيعة تقولون أو علماؤكم يقولون أن محمد اختار المنافقين المرتدين الكذابين اللي وولاهم وصاهرهم، تزوج منهم وزوجهم من بناته. كيف بهذا يقال عن نبي الرحمة الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟